إذن مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر عاجل وخطير من 17 ضواحي مدينة الدار البيضاء. حريق مهول بأحد المحلات، يعني هما جوج محلات ديال المأكولات الشواية اللي كاينين هنايا، معروفين هنا بالمنطقة اللي كيديروا الشواية. في هذه اللحظات كتاب عليهم اللي كتاب جوج المحلات تحرقوا كاملين. الله يعوض هاد الناس هادو، كنطلبوا من الله عز وجل يعوضهم. استنفار امني كبير من طرف الوقايه المدنيه وعناصر الدرك الملكي، والكل متواجد هنا بمنطقه 17. هذا الحريق هذا اللي كتشوفوا معنا بهاد المحلات للمأكولات، قدر الله ما شاء فعل. مشاهدينا تحيه لعناصر الدرك الملكي اللي متواجدين، تحيه للكل من القوات المساعده ومن رجال الامن، لان هذه المنطقه لنا قريبه شو مشاورات بين قائد الدرك الملكي ورجال الوقايه المدنيه. اليوم هذا الصباح هذا هنا بمدينه بضواحي مدينه الدار البيضاء 17. قدر الله على هذا السيد هذا، الله يعوضه ويعوض العائله ديالو ويعوضهم، لان الرزق ديالهم كيف كنقولوا، يعني ماشي غير محل واحد، اللي هما جوج ديال المحلات، يعني جوج المحلات هنا اللي شدت فيهم العافيه باستنفار امني كبير من رجال الوقايه المدنيه وعناصر الدرك الملكي والشرطه. تشوفوا معنا يعني هذا الشيء اللي قدر ربي على هذا السيد هذا، الله يعوضه. كنتمنى الله عز وجل يعوضه في هذا الشيء اللي ضاع عليه. شوف يعني النيران شدات حتى في الكراسه، ما بقى فيهم 100 شيء. الله يعوضهم، الله يعوضهم. بطبيعه الحال المحل الثاني هو هذا اللي كنشوفوا امامنا في الصوره. هاد المحلات ديال الشوايه، رجال الوقايه المدنيه كل شيء حاضر. كان استنفار امني كبير في هذه اللحظات. الطريق حاولوا رجال الامن الوطني باش يسهلوا عمليه المرور. بطبيعه الحال كتشوفوا معنا الصوره كتوضح. شوف راه قلنا لكم مشاهدينا المزيد من الحيطه والحذر، المزيد من الحيطه والحذر، لان هذا الشيء النيران ما معهاش كيف كنقولوا، ما معهاش اللعب. يعني هذه هي المشوات، ولكن الله يعوض. الشيء اللي غنقولوا طلبوا من الله عز وجل يعوض هاد الناس هادو. جوج المحلات اللي تحرقوا هنا بضواحي مدينه الدار البيضاء طريق 17، يعني كنقولوا 17 اللي معروفه. كل حاضر. جوج المحلات هاد الصباح هذا شدات فيهم النيران، وقدر الله ما شاء فعل. رجال الدرك حاضرين، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، الكل حاضر هنا. استنفار اللي هو استنفار امني كبير كبير بالمنطقه. كتشاهدوا معنا مشاهدينا هادشي واقع في 17 ضواحي مدينه الدار البيضاء وقريب العين حروده بالضبط، لان هذا هو الفاصل. هاد المحلات هما الفاصل ديال رجال الامن مع رجال الدرك الملكي. هنا كتشوفوا معنا رجال الدرك الملكي، وفي هذه الجهه الاخرى كنشوفوا رجال الامن الوطني. شاءت الاقدار اليوم هذا المحل نطلبوا من الله خير، نطلبوا من الله يعوضوا. هاد جوج المحلات شاءت الاقدار لهم بان النيران تشد فيهم. غادي نحاولوا باننا نقربوكم مشاهدينا باش شوف الله يعوض هاد الناس. كنطلبوا من الله عز وجل يعوضهم في هاد الشيء اللي وقع لهم، الله يعوضهم. يعني رجال الوقايه المدنيه داروا مجهودات كبيره وجباره، على راسهم يعني الناس ديال كوموندون اللي حاضرين. فتحيه لعناصر الوقايه المدنيه. شوفوا معنا في هذه اللحظات، شوفوا لي طابل كيفاش ولاو.
يعني غتشوفوا واحد الحاجه اللي هو اللحم اللي كيكون مبخر. شوف شوف العافيه شدت فيه. هذا اللحم مبخر اللي كان في الطابله موعد الناس الزبائن اللي كيجيو لهذا المكان. الاسباب ما زالت مجهوله، باقي ما عرفناش واش تماس كهربائي او شيء من هذا القبيل. هذا بقى الاسباب مجهوله. الناس ديال الدرك كيقوموا بالواجب ديالهم من اجل المعاينه وكذلك من اجل اخذ بعض الصور اللي كتوثق خسائر اللي وقعت في هذا المحل هذا. اذا مشاهدينا كتشاهدوا معنا، يعني هذا المحل الثاني اللي وقع فيه هذا الشيء. نشوف دائما مجهودات ديما كتكون ديال رجال الوقايه المدنيه اللي كيتدخلوا هنا من اجل الاخماد ديال هذا الحريق هذا ومن اجل السيطره عليه. مجهودات ديالهم اللي معروفه في جميع المدن المغربيه، كيغامروا بحياتهم، كيغامروا بوليداتهم من اجل السلامه ديال المواطنين ومن اجل الممتلكات ديال الناس. يعني كتشوفوا معنا هذا الشيء واقع في مدينه الدار البيضاء، ضواحي مدينه الدار البيضاء. شوف الفحم، الله يعوض هاد الناس هادو، نتمناو من الله عز وجل يعوضهم. خسائر كاينه، خسائر غير في ديكاد ماتيريال ماديه، ما كاينش شي خسائر في الارواح الحمد لله وعلى سلامتهم شوف هذا تا هو المحل الثاني، هذا الطواجن اللي كيصون. ديال المشاهدين الاوفياء، غادي نعاود معكم هذا البث المباشر ولا نعود في بث مباشر اخر، والسلام عليكم.